مرة ويحكي حكاية. بسم الله بديت وعلى النبي صليت، وبحكاية من تراث بلادنا اليوم جيت. حاجتكم ما جيتكم على مرا في زمان بكري، كانت ساكنة مع راجلها في حوش قديم من عهد الجدود. والراجل هذاك خدمته شوي شوي، واخر نهار يجيب لها خبيزة كسرة وغريفية زيت زيتون ويتقاسموها، وغير يكمل عشاه يتكى من التعب على فراشه ويحط ظهره على الحيط ويقول سعدوا من ملاها. والمرأة قلبها حنين وغاظها رويجلها خاوي، وشاتي شبعة في كرشو مالا ما تكملش حقها وتنحيه من فمها تعطيه له، وهو ما يقولش لالا يسرط قبالة. وتعرفوا رجال برا في السوق يمشي ويذوق، وهي يجيب لها غير هذيك الشوية ويزيد ياكل نصها. فاتت الايام والمخلوقة صابرة حتى جاء أجله، كفنوه ودفنوه وولات لدارها، وحديث الناس ما يرحمش. قالوا لها مرا براسك وعندك حوش على قدك، تزوجي اللي يكون لك ونيس. وكان ثم حمال للسلعة بين الحوانيت، سمع بخبرها مالا تقدم ليها وقال سترة في حوش معاها ولا مبيت في الحوانيت. وهي ما ردت قاصد الحلال، وقالت عشت بخبزة وغرفية زيت وأنا عند بياع سلعة، وكان رزقه قليل حتى نتكبر على هذا. كيف كيف فاتت الأيام والراجل يخدم، واللي يجيبها في نهار ويصرفها معاها ومش باخلها. هذا فلفل، هذا طماطم، هذا خضيرة، صح شي قليل بصح الطنجرة تركب والكانون يشعل. من بعد سنين كانت ناسية كيفاش تستعمله، حتى جا نهار صبح مريض وهي دبرت روحها بحويجة، والمرأة الحادقة تخرج لك فطور من والو. المهم هو ناض صباح ويتكسل على جهده، وجات يدو على الحيط اللي موالف يتك عليه المرحوم، ويسمع في ضربة فارغة متاع الحيط. عاودها وحس باللي فيها حاجة غريبة، تبعها حتى يلقى شق ورا الخزانة، ويلوح يدو لداخل يلقى الويز معبي فيها. جبد منها عمر جيوبه وجا خارج. استعجبت فيه المرأة، قالها خلاص بريت، وشكون فينا اللي يشوف الدراهم وما يبراش؟ خرج للسوق ورجع، جاب معاه من كل خير، الخضرة والفاكهة واللحم اللي ما ذاقتها ولا سمعت باسمها حتى. وهي من فرحتها العصابة رشقتها على جبهتها وبدات هذا راس بوزلوف تشوط، وهذا اللحم تشوي، وهذا دجاج تحمر، وفرحتها ما تتعطى العبد. وهو خرج للحلاقة واللبسة وجاب لها خيار الحرير والقطيفة، وعاد معيشها بعيشة الملوك والتجار الكبار. وكل ما يجبد من الشق ما ينقص منه إلا كأنه يزيد، وعاد كل ما يكمل عشاه يتك على هذاك الحيط ويقول يا سعد من فناها. سمعته مرته قالت له نسقسيك، أنا المرحوم كان يتك على الحيط ويقول يا سعد من ملاها، وهو كان غير خبز وزيت زيتون وشاتي شبعة في كرشو يمليها، وانت كرشك تحوس تفرغها ولا كيفاه؟ ضحك عليها وقال لها شكيتك نية يا البوهالية، هذاك راه مش يملي في كرشو، ارواحي تشوفي وش حب يملي ومقلل عليك المعيشة، وانا متمني نفنيها. وبكري ما تدعي لي ديما تقول لي روح يا ابني ربي يعطيك دار بلا بني ورزق بلا سعي. ودعوتها جابت فيا، وراجلك المسكين كان عساس على رزقي، وخدم يا تاعس للناعس، ومال المشحاح ياكلو المرتاح، والرزق اللي حلاله مكتوب ليا كان محرم عليه، ولو يجي في يده أنا اللي نتمتع بيه. وهذه حكايتنا اليوم فيها الخير والإفادة، ويعطيك في الرزق الزيادة، وحكاية تجيب حكاية حتى لحقنا للنهاية. والآن قولوا لي في التعليقات وشنو هي العبرة اللي استخلصتوها من هذه القصة. حاجيت نجيت